حرفيا دي اسهل طريقه ممكن تعملي بيها الفطير. لو انتي سنه اولى مطبخ بقى كده وخايفه تعمليه او مقلقه منه، نسمي الله ونصلي على الرسول. الفيديو النهارده كنز معلومات بجد، هتطلعي منه محترفه فعلا في اعمال الفطير وهتنافسي بيه اي حد. صدقيني النهارده هتبقي فعلا استاذه في عمايله. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل اسهل واجمل والذ فطير مع بعض ازاي. هقولك بقى كل المشاكل اللي تقابلك كده وانتي بتعملي الفطير ازاي تتجنبيها. يطلع معاكي مورق جدا، هيطلع معاكي العجينه ناعمه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. حرفيا هيبقى احلى فطير كده تقدري تعمليه. مبدأنا في الفطير نريح العجينه تريحنا. تمام. نسمي الله ويلا بينا على الفيديو على طول. وهنستخدم دقيق متعدد الاغراض وهقولك ازاي تظبطيه وازاي تخلي العرق بتاعه قوي معاكي وانتي شغاله. هننزل كده بكيلو دقيق عليه نص معلقه من الملح، معلقتين كبار من السكر. هنخلطهم كويس كده جدا مع بعض. وهننزل بقى بكميه السوائل. هقولك ازاي تظبطي الميه. هننزل بكوبايتين من الميه بمج الشاي العادي اللي موجود في كل بيت. تمام. هننزل بالكوبايتين. الكوبايه التالتة هننزل بالتلات ارباع الكوبايه ونسيب كده حوالي ربع الكوبايه او نصها كده على جنب. وهنشوف العجينه هتحتاج معانا بقية كوباية تالتة ولا لأ. طبعا نوع الدقيق بيختلف من مكان لمكان في شرب كمية السوائل او في كمية الرطوبة اللي فيه، نسبة الرطوبة اللي فيه. فهتنزلي بيها كده تدريجيا، مش هتنزلي بالكوباية التالتة مرة واحدة. انا هنا الدقيق بتاعي النهاردة استخدمت 3 كوبايات من الدقيق. العجينة ظبطت وبقت زي الفل كده زي ما انت شايفة. ما تتعبيش نفسك ابدا وانت بتعجنيها. اول ما العجينة تلم كده معاكي والدقيق يختفي، وطبعا ما تخليهاش ناشفه او يابسه معاكي علشان العجينه كده تبقى طريه وتريحك وانتي بتعمليها. اول ما العجينه بقى بتلم والدقيق كده بيلم وبيختفي، هنغطيها كده بكيس تلاجة وهنسيبها حوالي 5 دقايق. الموضوع مش متعب ابدا. طبعا العجينه لسه شكلها كده مش حلو او مش ناعمه معاكي. بعد ما سيبها انها 5 دقايق كده ارتاحت، هنبدا بقى نعجنها دقيقتين 3 كمان. اول ما بتبداي تعجني فيها كده، بصي بتبدا تنعم معاكي كده واحده واحده. يعني العجينة مش مرهقة ابدا ومش متعبة ابدا. هتعجنيها شوية وبعدين هتغطيها وبعدين هنرجع لها بعد 5 دقايق كده نعجنها تاني. بتبدأ تنعم معاكي وتبقى العجينة قمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا احنا لسه دلوقتي في تاني مرحلة، يعني احنا غطيناها كده مرة وبعدين عجناها 5 دقايق وبعدين هنغطيها للمرة التانية وهنسيبها ترتاح كمان 5 دقايق. وهرجع لها بقى بعد ما ارتاحت ال5 دقايق. شايفين شكل العجينة اتغير تماما تماما. ما تعبتناش ابدا في العجن. مجرد كده ما عجناها شايفين بقت عامله زي قطعه الملبن كده في ايدينا. العجينه بقت تحفه وطريه جدا وناعمه جدا من غير بقى ما تتعبي، من غير مجهود العجن الفطير. يعني تريحي العجينه هتريحك. تمام. هنغطيها بقى كده وهنرجع لها كده بعد شويه. هنسيبها ترتاح ونرجع لها بعد شويه. الفطير سهل جدا والله، بس هو عبارة عن خطوات كده بسيطة مشيتي عليها صدقيني هتاخدي احلى واجمل فطير. وسهل جدا مفهوش اي تعب ولا اي مجهود. شايفين ما شاء الله العجينة ناعمة جدا ازاي. نبدأ بقى كده نشيلها من البولة ونشتغل على الرخامة. طبعا نقطة زيت كده على الرخامة قبل ما تشتغلي عشان ما تلزقش معاكي، لان طبعا انا عاملة العجينة هنا طرية، انا مش عايزاها ناشفة. كل ما العجينة تبقى طرية او مفتوحة معاكي صدقيني الفطير هيبقى مورق وتحفة جدا. هنبدأ بقى كده نشكلها او نكورها. انا الكيلو فطير هنا كيلو دقيق عملت منه 4 كور كده من العجين. صينية بقى ممسوحة من الزيت وهنمسح كده وش الفطير بالزيت وكيس تلاجة بقى كده وهنسيبه يرتاح تاني كمان شوية. خلاص عرفنا مبدأنا في الفطير، تريحي العجينة تريحك. عندي بقى هنا الزبدة. انا استخدمت 300 جرام من الزبدة. الزبده طبعا تكون بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش ابدا تكون خارجه من التلاجة. يعني انتي مثلا لو هتشتغلي في الفطير بالليل هتطلعي الزبده من الصبح، هتشتغلي في الفطير الصبح هتطلعيها كده من بالليل وهتسيبيها كده ترتاح. عايزاها كده بدرجه حراره المطبخ. وطبعا هتحطي صباعك كده في العجينه لو صباعك كده غرز معاكي وما طلعش يبقى تعرفي ان العجينه ارتاحت وتمام معاكي. لو صباعك بيرد كده او بيعمل زي آه، العلامه كده بتختفي اللي انتي بتعمليها، تعرفي ان العجين لسه مرتاحش. هتسيبيه يرتاح شويه كمان. نقطة زيت بقى على الرخامة كده وهنبدأ نفرد. شايفين طبعا العجينة علشان مرتاحة بتتفرد معانا بكل سهولة وبايدينا بقى كده في الأول. وهنبدأ نستخدم النشابة ونفرد بقى العجين كده من جوه لبره على شكل مستطيل كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا العجينة مرتاحة واخدة وقتها تمام، فتعرفي ان هي هتطلع معاكي تحفة جدا.
والزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش نكون مسيحينها على النار وما ينفعش تكون خارجة من التلاجة عشان ما تقطعش منك كده في العجين. ابدأي بقى افرديها كده على العجينة. بنحط طبعا كمية زبدة حلوة، لان هو ده كله عبارة عن التوريق بتاع الفطيرة كله في كمية الزبدة اللي انت بتحطيها. وهنبدأ بقى نقطع العجينة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنطبق بقى كل ناحية على الناحية التانية، وهناخدها كده ونطبق. اظن الشكل موضح نفسه، يعني الصورة موضحة اكتر من انا ما بتكلم. ونفرد بقى بايدينا كل دي بقى طبقات كده للفطير. وكل طبعا ما تفردي اكتر وتورقي اكتر، كل ما هيديكي طبقات اكتر الفطيرة هتبقى مورقة معاكي اكتر. العجينة طبعا عشان مرتاحة معانا مساعدانا جدا في الشغل. صدقيني دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها الفطير، ما بتاخدش وقت ابدا، وبيطلع فعلا تحفة، احسن من اي فطير عملتيه او جربتيه قبل كده. ولو انتي لسه اول مرة صدقيني هتحبي الفطير جدا، ومش متعب ابدا ولا مرهق في عمايله، من غير توريق بقى، من غير ما نهوي الفطير. صينية بقى فيها كده نقطة زيت، وهنرص الفطير وعليه كيس تلاجة ونسيبه بقى يرتاح. انا في الخطوة دي طبعا انا سبت الفطير هنا، حصل عندي ظرف كده فسبت الفطير في التلاجة، سافرت وسبته قعد معايا حوالي 3 ايام في التلاجة. طلعته كده من التلاجة وسبته يهدى تماما، مش عايزاه ساقع ابدا. ونقطة زيت بقى كده على الرخامة، وهنبدأ بقى نفرد الفطير. طبعا تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها يقعد معاكي فترة في التلاجة. لو انت هتغيبي عليه هتحطيه في الفريزر وتطلعيه، هتسيبيه يفك وهتستخدميه كأنك لسه عاملاه طازة. هنبدأ نفرد بقى، شايفين ما شاء الله بيتفرد معانا بكل سهولة ازاي. وهنبدأ بقى نطبقه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنعمله كورة. الصينية بتاعتك بقى اللي هتشتغلي فيها مسحة كده من الزبدة، وهنرص الفطير او هننزل بالفطيرة، هنغطيها بكيس تلاجة ونسيبها ترتاح بقى. والخطوة ديت مهمة جدا، في المرحلة دي لازم تسيبي الفطير يرتاح علشان يتفرد معاكي بكل سهولة في الصينية. طبعا المرحلة ديت بتبقى قبل التسوية. وهنا الفطيرة التانية هبدأ افردها، وهنطبقها بنفس الطريقة. معلش اعذروني بقى لو الفيديو طويل، انا عايزة اقول لكم كده كل تفصيلة في الفطيرة عشان يطلع معاكم ناجح من اول تجربة بأمر الله. نبدأ نكور برضو الفطيرة في الصينية بتاعتنا مدهونة زبدة كويس قوي، وهنغطيها كمان مرة بكيس تلاجة. ونخلص بقى الفطير بتاعنا كله كده ونحطه على جنب، ونتكلم بقى على تسوية الفطير. لسه قبل ما نسوي الفطير طبعا هنبدأ بقى بعد ما سيبناه ارتاح، هتفرديه في الصينية. شايفة ما شاء الله الفطير عشان مرتاح معاكي بيتفرد بكل سهولة، ما فيهوش اي حاجة صعبة. الفطيرة لو مش مرتاحة هتلاقيها كده بتلم معاكي ومش هتملى الصينية بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى البابلز اللي فيه او فقاعات الهواء كده اللي في الفطير، تعرفي ان الفطير ناجح معاكي. الفرن بتاعنا بقى لازم يكون سخن جدا، ما ينفعش الفطير يدخل على فرن بارد. اهم خطوة في نجاح الفطير، او من اهم الاسباب في نجاح الفطير، الفرن بتاعك يكون سخن جدا. سواء استخدمتي بقى الفرن العادي اللي انا استخدمته او استخدمتي فرن البوتاجاز، هقولك ازاي التسوية المظبوطة. الفرن يكون سخن جدا قبلها ب10 دقايق. هتشغلي الفرن من فوق ومن تحت مع بعض، ما ينفعش نشغل ناحية واحدة، لازم الفطير يكون الفرن سخن جدا. لازم باب الفرن يكون مقفول، ما ينفعش نسوي الفطير والفرن الباب بتاعه مفتوح عشان يتنفخ كده ويبقى مورق معاكي. اول ما بياخد حوالي 10 دقايق من ربع ساعة كده في الفرن، ما تسيبوش اكتر من كده عشان ما ينشفش. وبيطلع بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده، شايفة تحفة جدا. والطريقة سهلة وبسيطة بجد، اتمنى ان انتوا تجربوها. التوريقة بتاعته خطيرة واللون بتاعه تحفة. بجد لو استفدتي من الفيديو
بخليش عليا كده باللايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه يا ريت تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. التوريقه تحفه والفطير بجد قمر. ما تنسونيش بقى بدعوه حلوه كده منكم، وجربوا الفطير بطريقتي، وهنتظر بامر الله رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.